اكبر كدبه بيتم التسويق ليها في كل حته هي اتبع شغفك واعمل اللي انت بتحبه. طيب لو انا ماليش نفس اعمل حاجه، ماليش نفس اذاكر المجال اللي انا اخترته بارادتي اللي هو المفروض يكون شغفي، طيب لو انا مش عايز اشتغل على مستقبلي اللي انا مش عارف ملامحه حتى، انا طالب في كليه طب الاسنان وبعمل محتوى وبفكر في مشاريع وبحاول ابني لنفسي مستقبل واضح وبشتغل وبتعلم وبطور من نفسي بشكل عام، اللي محدش هيقوله ليك ان الشغف مش بداية عشان تعمل حاجة بل هو نتيجة. لكن الفكرة دي بيتم التسويق ليها وبيتم انتشارها ان انت لازم تبدأ الحاجة اللي انت شغوف بيها، لان العبارات الرنانة دي بتكون مصدر تحفيز وبتكون مصدر ان هي تجيب لك ريتش على فيديوهاتك، والناس بتحب الكلام اللي هو بيحمس الواحد وكده. بس اللي كلنا عارفينه لو انت اعتمدت على التحفيز مش هتنجح، لانه زي ما انت عارف بيروح ويجي. طيب لو اعتمدت على الهواية او الشغف ايه اللي ممكن يحصل؟ فكر معايا كده، هتفشل برضه. الهواية بتاعتك بتتغير وشغفك بيتغير معاها. الدراسات بتقول ان من كل سنة ل5 سنين هوايتك بتتغير، وهل ده معناه ان اغير شغلي ومجال عملي ومجال دراستي مع التغيير اللي كل شويه ده؟ طب انا لو فضلت اغير من حاجه لحاجه كده مش هعمل انجاز في اي حاجه فيهم. طيب يا محمد انت بتقول ان الشغف مش بدايه بل نتيجه، ازاي؟ على سبيل المثال انا مش بحب اعمل فيديوهات ومش بحب اقعد قدام الكاميرا، حته ان انا اقعد قدام الكاميرا دي بالنسبه لي مش بحبها. بس لما اعمل فيديو وحد يستفاد منه او يكتب لي تعليق ان هو استفاد، او لما حد يدخل معايا استشاره ويقول لي ان هو استفاد مني فعلا، انا ببقى عايز اكمل في اللي انا بعمله. فالشغف كده نتيجة مش بداية. نفس النظام مع حاجات كتير انت بدأتها وانت مش حاببها، بس لما بدأت المكنة تطلع قماش زي ما بيقولوا والشغف يتولد مع النتائج بدأت تحبها. فاختصارا شغفك مش بيجي إلا من النتائج الفعالة، سواء كانت نتيجة حلوة عجباك أو نتيجة وحشة، فانت من النتيجة الوحشة دي بتاخدها وتطورها وتطلع نتيجة حلوة بعدين. والنتائج بالنسبة لي مش بتيجي من الهوا كده، لا، لازم يكون وراها سيستم يجمع بين مذاكرتي للجامعة وشغل العملي والمحتوى اللي انا بعمله والكتب اللي انا بقرأها وشغلي خارج الدراسة. يعني بص في الورقة دي كده، في سيستم بيخليني الحق اعمل ده كله من غير ما احس ان يومي بيتاكل. المشكله ان يومك مش قصير، المشكله انك مش بتحترم جسمك. عارف الميم بتاع اللي هو احترم تحترم؟ كل مهمه لازم تحطها في مكانها المناسب. على سبيل المثال انا كنت بركن المذاكره بتاعتي لاخر اليوم خالص، بعد ما اخلص كل المهام بتاعتي واحس بقى انها خلاص كده هنام، اقول ايه، لا انا هقعد اذاكر شويه. بس انا كده ما احترمتش جسمك، جسمي عايز ينام وجسمي في اخر اليوم بيقول لي احنا عايزين ننام، فطبيعي المذاكره هتبقى اصعب 10 اضعاف من العادي. طيب تعالى اعلمك ازاي تنظم يومك بحيث انك تطلع باكبر نتيجه منه. بالمناسبه الفيديو ده هيبقى اول فيديو من 3 فيديوهات عن التنظيم. اول فيديو تنظيم اليوم، تاني فيديو تنظيم المذاكره وازاي فعلا تدمن المذاكره، تالت فيديو هيبقى عن تنظيم المحتوى لو انت صانع محتوى او حابب تعمل محتوى. مش هقول لك شويه كلام تعمله كده وفي الاخر تنساه وتقفل الفيديو وما تعملوش، لا، انا هقول لك خطوات فعاله فعلا وهديك انظمه. يعني مثلا فيديو تنظيم المحتوى ده هديك نظام كامل على نوشن انا اللي عامله، ونظام فعلا تعبت فيه. وهديك في النظام اللي هو تنظيم اليوم، فيديو تنظيم اليوم، هديك الورق والحاجات اللي انا بستخدمها. كذلك مع الفيديو اللي هو بتاع تنظيم المذاكرة، اعرفك ازاي تدمن المذاكرة بشكل طبي واعرفك ازاي الكيمياء بتاعت مخك بتشتغل اصلا. الفيديو ده هيكون عام، الفيديوهين التانيين هيكونوا للمنتسبين فقط على الموقع الاحمر. انا هنا بكتب المهام اللي انا عايز اعملها واكررها كل يوم، المهام المهمة فعلا اللي لازم اعملها كل يوم. تمام؟ بقسم اليوم بتاعي 3 مراحل. اول مرحلة من الفجر للظهر، ودي بتكون الفترة اللي انت بتبقى لسه صاحي فيها، جسمك بنشاطه بتركيزه، دماغك صافي، بتكون معظم الناس لسه ما صحتش، بتكون الدنيا هادية، تعرف تركز على أصعب المهام. تاني مرحلة من الظهر للمغرب، تاني مرحلة دي بتكون للمهام الروتينية اللي هي مش عايزة تركيز قوي، أو المهام الخاصة بتاعتي أنا، يعني مثلا صناعة المحتوى مش عايزة تركيز قوي، مش عايز ان انا ابذل فيها وما اغلطش فيها قوي، دي بتكون من الظهر للمغرب. اخر مرحلة بقى اللي هي من المغرب لحد لما اجي انام مثلا الساعة 9 او الساعة 10، دي بكون بخطط فيها لبكرة هعمل ايه. اروح اخد تمرين على السريع وارجع، مش هعرف اركز لو في حاجة عايزة تركيز. ممكن اروح اتمرن نص ساعة او ساعة وارجع على طول. فاحنا كده اول حاجة كتبنا المهام، نصحى الصبح نشوف الورقة اللي احنا كاتبين فيها المهام، نختار المهم على حسب الفترة اللي احنا فيها حاليا. وليه خليت الصلاة مثلا كهي اللي تحدد الفترات؟ عشان اظبط جهازي العصبي ان لو صليت الظهر مثلا فبدأت الفترة التانية اللي هي عايز اركز فيها على المهام بتاعتي انا، فابرمج الجهاز العصبي ان هو يعمل كده بشكل تلقائي. وهنا دي في الورقة دي بتحدد مثلا احنا في شهر 5، تمام، والمهمة اللي انا اعملها
واعمل جنبها اشخبط جنبها، بحيث اخر الشهر اجمع انا عملت كام من 30. وفي الحته دي ممكن تكتب ملاحظات، يعني مثلا المهمه كذا ما ركزتش فيها قوي فركز عليها الشهر الجاي، فاهمني؟ فهي دي هتفيدك قوي. ومش لازم كل يوم يطلع بيرفكت وتخلص كل اللي وراك فيه، انت بني ادم وعندك طاقه وعندك مجهود، مش كل يوم هيبقى يوم مثالي هتخلص كل اللي وراك فيه. يعني مثلا بص هنا هتلاقي في ايام، يعني مثلا انا عندي حوالي 13 مهمه، هتلاقي في ايام عامل 10 من 13، وهتلاقي في ايام عملت 4 من 13. انت بتحاول تسعى على قد ما تقدر. الفكرة انك ما تفوتش كذا يوم ورا بعض، في نظام بيفكرك في ربطك انك تكمل في الحاجة دي ويفكرك دايما، بحيث تلاقي نفسك اخر الشهر الحاجة اللي انت كنت بتفتكر تعملها مرة في الشهر او مرتين او 3 مرات بالكتير، تلاقي نفسك اخر الشهر عاملها مثلا 17 مرة 19 مرة. تلاقي نفسك اخر الشهر عملت تقدم كبير جدا. يعني مثلا عدم العادات اللي انا كنت كاتبها وكنت قبل كده بهملها جدا، ان انا كنت عايز اكتب كل يوم سكريبتات الفيديوهات اللي انا بعملها زي الفيديو اللي انا بعمله ده حاليا. وبعد ما مشيت على النظام ده فعلا انا عندي دلوقتي اكتر من 3 فيديوهات عايز اصورهم، السكريبتات بتاعتهم جاهزه اصلا. برضو عدم العادات اللي انا كاتبها اني اطور نفسي في اللغه، والحمد لله بدات واحده واحده، والموضوع ده بيفكرني على طول بيها، ووصلت لمستوى كويس فعلا. ده بالنسبه للسيستم اللي احنا هنمشي عليه. ممكن بقى انت بذكائك تعمل موديفيكيشنز في السيستم ازاي. يعني مثلا انت يومك ضيق وعايز تدخل العادات اللي انت عايز تعملها في يومك، تعمل ايه؟ تعمل مثلا حاجه زي انك تربط الثابت بالمتغير. على سبيل المثال انت الثابت عندك كل يوم بتروح الجامعه وبتاخد مواصله مثلا ساعتين او ساعة ونص، فعايز مثلا تطور اللغة، فالساعة ونص دي تستغلها انك تطور اللغة بتاعتك فيها، وكده يبقى انت خلصت عادة من العادات اللي انت عايز تعملها. مثلا عندك ساعة فاضية بين محاضراتك، الساعة الفاضية دي ممكن تكتب فيها مثلا السكريبتات بتاعتك وتحضر المحتوى بتاعك فيها، لو انت بتعمل محتوى يعني على سبيل المثال. وبس كده، ما تنساش تبعت الفيديو ده لصاحبك اللي انت كل ما تكلمه على حاجة يقول لك انا ما عنديش وقت، وتكون من المنتسبين في القناة لو عايز تشوف بقية فيديوهات السلسلة. والسلام عليكم.